السلام عليكم. انتفاضة الشعب المغربي وخروجه إلى الشارع للمطالبة بحقوقه الشرعية والمتمثلة في محاربة الفساد وإسقاط التطبيع وإسقاط العائلة العلوية، على عكس ما كانوا يروجوا له المخزن في بداية الحراك والمظاهرات هذه. قال لك راهم خارجين من أجل قطاع الصحة. تحسب أوروبيين زعما شو مكملين صوالحهم، خاص غير الصحة. المواطن المغربي مازال خاصه مسكين يسترجع الكرامه نتاعه ويسترجع بزاف امور، من بعد يولي يهضر على قطاع الصحه كما كتروج له الصحافه المخزنيه. الصوره هذه اللي تشوف فيها هذه اخر مسيره كانت في المملكه، وان كان ليست للمطالبه بالحقوق. هادو مساكن مجرد قاطع وصاقوهم، ما عارفين شتا علاش خارجين. هادو كانوا يتعرضوا للترهيب من طرف الحسن الثاني، هادو كانوا يخافوا على حياتهم. ايماجيني هذه حياه وتخاف عليها. هادو كانوا حاسبين نفوسهم حيين. هادو لو كان ضحاو ولو كان ناضلوا، لو كان راه المواطنين حاليا والاجيال هذه لو كان راه عايشه بكرامه، ولكن للاسف لربما الجيل هذا يكتب تاريخ جديد ويمحي العار تاع الجهل والاميه هذه. لربما يديروا واحد المظاهرات اشدي، وللاسف شفناهم يتعرضوا للقمع من طرف المخزن اللي هو ولاد بلادهم. والشيء المؤسف هو الناس اللي كانوا لاعبينها مؤثرين في المملكه، اللي كانوا يطبلوا للعائله العلويه ويدافعوا على المخزن. على سبيل المثال بوغطاط بوفلجا. الحمله تاع مانيش راضي ومانيش داكور، كان عندك لسان فصيح، بارطاج والاكسبلور، وموعدنا 8 اوت ايها الاحرار. عندك حريه التعبير غير الجزائر، المواضيع تاع الزليج والقفطان لسانك يسرح. ودروك مع ولاد بلادك الشعب اللي راه يتعرض للقمع لسانك تقال ما تقدرش تهدر. عندك حريه التعبير غير الجزائر، باش تهجم على الجزائر ولا تسب الجزائر. هاو شكون يوصل الصوت نتاع خوتك دروك نتكلم عليهم انا، ما يعجبكش الحال.